ودي أخبركم بسر عجيب عند الشيخ عادل القرني. سر الحفظ والبلاغة والنباهة اللي موجودة فيه شيء عجيب، أتمنى أنه يحصل لكل واحد منكم حتى يحظى بنفس الميزات. تفضل يا أبو عبد الله. رب ضارة نافعة. أنا كنت طفل وجاء عزا في القرية، موت بأحد أعمامي كبير في السن. إيه. فاجتمع الجماعة حفارة، يعني صدقة وذبائح، يعني في العزاء. إيه. فجمعت أطفال القرية أنا، وكنت أحب المعراض والقصائد واللعب، وظننت اني بفعل خير لاني شفت مجتمعوا في ذبائح وعذوم. واعدي في اولهم قل سلام يا اخواني يا درع جنبيه، ما يستوي المحزن الا بجنبيه. واثنين اثنين ارتب وادخل الحوش وهم في عزا وفي بكاء. وعم اللي يطبخ عند القدور، ويوم شاف المعراض وشاف العلوم وانا في اولهم متحمس، قال تعال جزاك ما قصرت، بي الله وجهك فقرا منه. فاعطاني كف، سمعت مثل الدافور في راسي. لا زلت في نباهة هذا الكف إلى وهو إن شاء الله سبب الحفظ. وأنا انطلقت بعد هذا الكف إلى الآن، سمعت منه دافور في راسي بل موازين الشميسي. شكرا، الله يحفظك.